بصوا الفكرة القمر دي ازاي نقدر نستغل تحت الكنبة تحت السرير. تقدري تخلي حد ينفذ لك فكرة زي دي لو انت عروسة داخلة على جواز، او لو انت حابة تجددي في السرير بتاعك. عاجبني جدا جدا ان هي عاملة نظام البوكسات تحت السرير. النظام عاجبني جدا، نظام ان احنا نعمل بوكسات كده تحت السرير ليها الغطا بتاعها. تقدري تستغليها بقى، تحطي الهدوم لما تنقلي الهدوم الصيفي او الشتوي، تحطي العاب للاطفال لو انت مش محتاجاها، تحطي شوزات، تحطي اي حاجة نفسك فيها. حتى اللحافه، البطاطين، الحاجات دي كلها ممكن تتحط، كتب، اي حاجه نفسك تحطيها. بصي المساحه حلوه جدا، كبيره قوي، تقدري تخزني زي ما انت عايزه. على حسب يعني المساحه اللي عندك. بصراحه الناس دي بتدينا افكار حلوه جدا. انا بحاول اجيب لكم الحاجه اللي تنفعكم والافكار اللي تفيدكم. فكره جامده جدا، تستاهل منك اللايك الحلو بتاعك. اكتبوا لي تحت في الكومنتات محتاجين اجيب لكم افكار ايه تاني. بصراحه انا عن نفسي الفكره عجباني جدا. انا لو جات لي فرصه ان انا اعمل كده تحت السرير هعمله. بص جميله البوكسات، عجباني جدا. في فكره تانية، لو احنا مش قادرين نعمل نفس النظام ده، احنا ممكن نجيب بوكسات ونبتدي نرصصها جنب بعض، وبرده نستغل الاستغلال الجميل ده. الفكره حلوه قوي. انا شيماء غريب، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي اللايك الحلو بتاعك، وكمان الكومنت الجميل اللي شبهك. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات حلوه جدا تعجبكم. مع السلامه.